طبعا كلنا عارفين ان انت بعد ما تخلص التمرين بتاعك سواء جيم او اي رياضة تانية انت بتلعبها المفروض والطبيعي انك تاكل. مفيش حد بيختلف على الكلام ده، ولكن في مثلا ناس حرفيا مش بيبقى عندها وقت، او نتيجة مثلا ان ظروف شغلها ما بتسمحش ان هو ياكل وجبة كاملة، فبيعمل حاجة كده زي شيك معين، والشيك ده بيكون مثلا فيه سكوب بروتين على مثلا سكوب كربوهيدرات على شوية فاكهة، ممكن نقول شوفان ولبن، بحيث ان هو ياخد الحاجات دي بعد التمرين وكانها الوجبه الاساسيه بتاعته. بس هل بقى فعلا الكلام ده صح ولا لا؟ فده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، وهتعرف الفرق ما بين ان انت تاكل وجبه كامله بعد التمرين ولا تاخدها مثلا عن طريق شيك معين انت بتعمله، وهل فعلا ممكن تحقق الاستفاده الكامله بتاعت الوجبه دي ولا لا. كمل بقى معايا الفيديو لحد الاخر ويلا بينا. المفروض ان انت بعد ما تخلص تمرين بتاكل وجبه اساسيه ومتكامله. الوجبه الاساسيه والمتكامله دي بتتكون مثلا من كربوهيدرات وبروتين ودهون، وممكن طبعا يخش معاها فيتامينات اللي هي بتكون طبعا موجوده في الفاكهه، وده الحاجه الطبيعيه والاساسيه. بس في ناس بتتجه ان هي مثلا علشان تكفي احتياجها من البروتين ان هو مثلا يعمل زي كده سكوب واي بروتين او اي نوع تاني، وده ما فيهوش مشكله عادي يعني، لان هو كده كده اكل وجبته الاساسيه. بس هنا بقى بتبقى في مشكله تانية، ان انت لو وقتك ضيق فانت حرفيا ممكن تاكل اي حاجه، لا بتاكل كربوهيدرات كويسه ولا بروتين كويس. ففي ناس كده معينه بتضطر ان هي تعمل زي كده مشروب معين، والمشروب ده بيكون فيه كميه كربوهيدرات كويسه والبروتين اللي محتاجه جسمه في اليوم ده، كان ممكن يحط دهون وبيكون فيه فيتامينز برضه. بس قبل برضه ما نتكلم عن الموضوع ده ونقول صح ولا غلط ان انت تقدر تستبدل دي بدي، لازم برضه تعرف ان في زي كده ضوابط او موانع معينه انا ما اقدرش اعمل بيها الكلام ده. فاول حاجه بس لازم نتكلم عليها ان ما ينفعش ان انا اتجه للموضوع ده اساسا وانا ما عنديش مشاكل، ما عنديش مشاكل في معدتي، ما عنديش مشاكل في الهضم، ما عنديش مشاكل في الامعاء، فما ينفعش ان انا اروح بعد كل ده واعمل مثلا اللي هي المشروب اللي احنا قلنا عليه او بنتكلم عليه دلوقتي. فهي يعني الفكره كلها ان هي ممكن تكون يعني نتيجه حالات مرضيه معينه، ولكن الموضوع يعني باختصار شديد ما فيهوش اي مشكله خالص. بس الفكره كلها ان انت الحاجه اللي انت بتعملها دي تعرف تعملها ازاي، وتعرف تحط فيها عناصر غذائيه ايه. خلينا طبعا متفقين ان احسن حاجه تقدر تعملها لجسمك ان انت تدخل له اكل صحي وطبيعي، وهنا بتكلم عن الاكل الطبيعي اللي هو مثلا الرز لو احنا بنتكلم عن الكربوهيدرات، او المكرونه او الشوفان، الحاجات دي كلها. ولا بروتين طبعا، بروتين حيواني ونباتي، ده حتى الدهون بدخلها عن طريق مثلا دهون صحيه زي زيت الزيتون والافوكادو، زبده الفول السوداني والمكسرات والحاجات دي كلها. لان برضو من ضمن عمليات الشبع اللي انت بتحسها دي ان جسمك عمال يمضغ الاكل عن طريق الفك، فده بيديك احساس بالشبع شويه، ناهيك برضو ان في عناصر غذائيه تانية موجوده في الاكل الطبيعي زي مثلا مضادات الاكسده وفيتامينات عمرها ما هتكون موجوده في عصاير معينه او في حاجات معينه انت بتعملها. فالفكره كلها بس ان انت على قد ما تقدر حاول ان انت تخليك مع الاكل الطبيعي. بس لو اضطريت غصب عنك يعني ان انت تعمل زي كده شيك معين، فما تقلقش، هو ما فيهوش مشكله خالص، ولكن ما تمشيش عليه مدى طويل. يعني ما تقعدش اسبوع بحاله مثلا تعمل الوجبه بتاعتك حرفيا المهمه اللي بتكون بعد التمرين عن طريق كده شيك معين انت حاطط فيه كل العناصر الغذائيه اللي انت محتاجها. طيب انا مثلا واحد من الناس ما عنديش وقت خالص، فبضطر ان انا بعد ما اخلص جيم يا اما مثلا اجيب اي اكل من بره ملوش اي لازمه، يا اما بقعد فتره كبيره قبل ما اروح البيت واكل. فاحنا هنزود الجرعه بتاعه الموضوع ده شويه، بدل ما انا كنت هاخد سكوب واي بروتين، لا انا عايز بقى حاجه تعمل لي كده زي ريبلينش او تعمل لي استعاده لمصادر الطاقه اللي انا استنفذتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان جسمك فيه جلايكوجين، والجلايكوجين ده انت بتستهلكه بعد كل تمرينه، واحنا عملنا فيديو قبل كده عن الموضوع ده، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، بيتكلم عن وسائل استعاده الشفاء وازاي الاكل مهم جدا علشان تحسن الاداء بتاع التمرين بتاعك. فعلشان كده الشروط اللي انت هتقدر تعمل بيها الشيك ده بتكون عباره كده عن مكونات معينه. مبدئيا لازم طبعا تحط من 15 ل 25 جرام كربوهيدرات، ومن 3 ل 5 جرام فايبر، والمفروض ان توتال السعرات يوصل حوالي من 300 ل 400 سعر حراري. طيب انا عارف ان في طبعا ناس هتسال وانا ازاي احط كربوهيدرات
في شيك مثلا معين. ما ينفعش ان انا اروح اجيب رز واضربه في الخلاط او مكرونه واشربها، لا مفيش الكلام ده خالص. في حاجات معينه بتدي لك نسبه كربوهيدرات كويسه وتقدر ان انت تضربها في الخلاط، زي مثلا عندك الشوفان، عندك الموز، وكل ده طبعا مخلوط مع لبن عشان تزود نسبه البروتين شويه. وطبعا بالنسبه للبروتين، لو انت ما عندكش واي بروتين او انت مثلا ما عندكش سبلمنت للبروتين معين، ممكن تحط الزبادي. ممكن كمان يعني ارخص حاجه المفروض موجوده في السوق اللي هو الكازين او البروتين الخام، بس حتى لو ده مش متوفر فالزبادي برضو يعتبر كويس جدا ليك مع الموز والشوفان. كل ده مخلوط طبعا في اللبن. طبعا عندك برضو اختيار تاني من الفاكهه، زي ان انت ممكن تحط مثلا توت او ممكن تحط مانجا او تفاح. وطبعا لازم تحط جوه الشيك ده دهون، والدهون دي بتيجي عن طريق مثلا يا اما افوكادو، يا اما هتحط مكسرات او زبده فول سوداني. كل دي خلي بالك دهون صحيه، فما فيش مانع ان انت اساسا تاخدها في وجبتك الاساسيه او وجبتك العاديه. فالفكره كلها بس اللي انا عايز اوصله لك ان الموضوع ده ممكن ان هو يتعمل، بس علشان اسباب معينه انت غصبا عنك ممكن يعني تفضل مستمر على الموضوع ده زي ما قلنا عليها في الاول. بس يعني عشان انت عندك ضيق في الوقت ولا حاجه، فانت ممكن تعمل الشيكر ده. واهم حاجه بس فيه ان انت تركز على السعرات الحراريه والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والبروتين. اعتقد ان في مصادر كتيره جدا تقدر عن طريقها ان انت تعرف الحاجات دي فيها قد ايه. انت اقل حاجه ممكن تعملها لو دخلت مثلا على جوجل تكتب مثلا الموزه الواحده بيكون فيها نسبه قد ايه كربوهيدرات، وبالتالي انت هتقدر تحسب الكميه المناسبه اللي انت تقدر تحتاجها بعد تمرينه مثلا كتيره او تمرينه صعبه. فهو الموضوع يعني ممكن ومش مستحيل، بس انا من وجهه نظري الشخصيه خليك في الاكل الاساسي احسن، علشان زي ما قلنا في عناصر غذائيه عمرك ما هتعرف تاخدها غير بالاكل الاساسي. فانت عندك مثلا ممكن تاكل رز مع صدور فراخ وجنبها مثلا شويه خضروات، وبعد ما تخلص تاكل فاكهه، وممكن مثلا تحلي بمكسرات. الحاجات دي كلها، وخلي بالك ده حاجه واحده بس كمثال، لكن طبعا في حاجات تقدر تغيرها اكتر من كده. بس اهم حاجه ان انت بعد ما تخلص التمرين بتاعك لازم تاكل وجبه صحيه. ما ينفعش تروح تاكل فاست فود، او ممكن مثلا يعني لو انت هتروح تاكل وما عندكش وقت مثلا في السكه شويه، ممكن تاخد كده واحده بروتين بار. وانا برضو مش بنصح بيها قوي، لان طبعا ساعات بيبقى فيها نسبه سكريات، وفي الاول في الاخر هي بتكون مواد حافظه، يعني مش حاجه طبيعيه انت بتدخلها لجسمك. هي ممكن تدي لك نسبه بروتين ماشي الى حد ما، بس خليك في الطبيعي احسن ليك. واحنا كده بقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناه. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.